بنفسك وسنك؟ انا اسمي رأفت مصطفى الكردي. الكردي بيقولوا لي الكردي على طول. سني 62 سنة. بدأت الرسم طبعا من سن صغير، من سن صغير أوي، وبدأت أطور فيه وأحاول أطور أجدد كل اللي أنا بعمله. يعني بحاول أجدد من نفسي على طول. لذلك وصلت لحاجات كتيرة، مجسمات يعني شغل كتير أنا ما أقدرش أعده، وما أعرفش الشغل اللي عملته أنا في حياتي كله قد إيه. بس اللي أعرفه إن أنا عملت شغل كتير جدا، الناس خدته والباقي عندي. فممكن تكلمنا عن المهنة نفسها؟ المهنة نفسها، في ناس كانت أوائل في المهنة دي ادونا اللي احنا عايزينه أو وجهونا صح، واحنا بتوجيههم ماشيين لغاية دلوقتي. أو بنشوف مثلا إن الناس دي هي المدرسة اللي احنا اتعلمنا فيها، مش المدرسة اللي احنا. مدرسة كان ليها جزء وليها دور. أي نعم، كانت بتساعدنا، وكان بتطلع اللي مستواه كويس في الرسم بيقدر ياخد امتياز، فدي كانت حلوة بالنسبة لنا برضه. كان هي الشغل عبارة عن ايه؟ الشغل كان عبارة عن الأول مناظر طبيعية، يعني مناظر فلاحي، يعني حاجة كده كانت عادية. وبعدين اتطورت لبورتريه، وبعدين لقيت في البورتريه الحاجات القديمة. البورتريه حبيته انه هو متعلق بالصور القديمة كلها، يعني صور بيسموها زمن الفن الجميل، زمن يعني كانت ناس مميزة وناس ليها شخصيات. ففي تاريخ مليان، تاريخ في فنانين، في مثقفين، في مطربين، في كل حاجة. فالوجوه دي كانت يعني خلاص بتنقرض او بتندثر، ما بنشوفهاش غير في افلام. انا نفسي اشوفهم كلهم في معرض، بحيث ان كل اللي مات تعمل له صورة، يبقى المعرض شامل 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 كل صور اللي يعني بالترتيب حتى باعمارهم. فانا بحيي الذكرى بتاعت الناس ديت، ان انا برسم لكل واحد صورة، وتبقى صورة مميزة من سن معين بقى. يعني مثلا ممكن يكون مصطفى كامل عنده بتاع يجي 28 سنة، فأم كلثوم ممكن تلاقي في سنها الطبيعي، كذا 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 شكل للصورة. يعني الصورة ما بتبقاش مجرد انها صورة معبرة عن فترة او ذكرى، لا، الصورة بتبقى مؤثرة، ان ليها عمر. الواحد انا بشوف الصورة بقول ده ممكن دي السن دوت كان عندها كام سنة. فالحاجات ديت انا عملتها، ان انا عملت لام كلثوم مثلا بتاع يجي 10 15 صورة، في كلهم مختلفين عن بعض، ما فيش يعني في دي فيها حاجة، دي فيها حاجة تانية، دي فيها حاجة تالتة. طبعا الزعماء كنت طبعا يعني كان الحكام طبعا، الرؤساء، الوجوه اللي هي تترسم، الوجه اللي الناس كلها عارفاه. حضرتك وارث المهنة دي؟ لا، انا يعني حبيتها وانا في ابتدائي، يعني وانا في ابتدائي حبيت ان انا ارسم يعني. فده اللي شجعني، يعني ان انا بس لما كبرت ولقيت نفسي الناس معجبة بالحاجة اللي انا بعملها، بدأت اعملها تجاري بقى، ان انا بدخل فيها حاجات تانية بقى، بدخل فيها مجسمات، بعمل جميع انواع المجسمات، المدارس بقى والجامعات، لاي حاجة، ماكيت لاي حاجة. الحاجات الغريبة قوي بحب يعني اشوفها يعني اصعب الشيء قوي وبعدين اعمله، ما ابداش من الحته السهله قوي اللي ده فيه، لا، ممكن اصعب اي شيء وابدا فيه من الحته الصعبه، على اساس ان بقى تبقى حاجه فريده، بقى حاجه بتاعتي انا. وبعدين في حاجات انا بعملها بايدي، ما يعني ما حدش يعرف عنها حاجه مثلا، او ما حدش شافها، او ما طلعتش للنور زي ما بيقول. ممكن الحاجات دي بتموت مع الانسان طالما خلاص ان مفيش حاجه، ما قالش عليها حد. في شغل طبعا، شغل رمل، شغل يعني بستخدم الطبيعة، بستخدم كل حاجة، بستخدم كل حاجة حواليا تفيد اللي انا بعمله، او
اذا كان بقى مجسم، اذا كان رسم، اذا كان رمل، اذا كان حتى كل حاجه. المكان بتاعي الحمد لله مميز، يعني ممكن ايه مثال بسيط قوي، الشمس بتدخل عندي في المكان دوت ايه ساعة او ساعتين، ليها ميعاد ثابت بتدخل في المكان دوت وتبقى، فانا بستغل المكان الشمس ده ان انا اعمل منه ايه، اعمل منه حاجة، يعني بستغل الساعتين بتوع الشمس دولت ان انا بحط فيهم رمل حاطط عليه لون وملخبطهم مع بعض والشمس هي اللي بت ايه بتنشفه لما يبقى منها فيها يعني، يبقى بس اكني بستخدم الهواء والشمس فالفن شيء جميل، الفن عايز الواحد يحس بيه عشان هو يديله يوصله الاحساس اللي هو حاسه باللي حواليه. اما بشوف ورقه بتبقى مضايقاني ببقى عايز اشيلها من هنا او من هنا. حضرتك ايه مميزات المميزات ايه؟ مميزات مهنة الرسم او الكتب؟ ان الواحد بيبقى هادي، بيبقى ريلاكس في كل التصرفات، بيبقى هادي ومنعزل شويه، بيعيش مع خياله اكتر يعني. ليها مميزات وليها بس هي مش انطوائي، لا انا ممكن ارسم في ده وشاف في زيطه في زنبليطه متفرقش، مفيش مشكله، لان بقى ممكن كنت برسم على حيطان، ارسم على في مدارس، عملت مدارس، عملت يعني حاجات كتير اتعملت. لوحات المدرسيه بقت ايه، بقت حاجه كويسه، بقت ان لوحه بحاول اجدد فيها، اوصل رساله للمدرس نفسه، يعني ممكن الطالب ما يعرفش انا بعمل ايه في اللوحه، يعني يقول لي اه اللوحه حلوه، بس اللي يفهمها بقى اللي ايه اللي هتروح له. حضرتك ايه عيوب المهنة؟ ايه ايه العيوب اللي بتواجه حضرتك او ايه المشاكل اللي بتواجه حضرتك؟ لا ما في يعني برضه النقد بتاع الناس، في ناس مش فاهمه حاجه في الموضوع، فهو دوت اللي ايه اللي بيبقى صعب، ان واحد مش فاهم حاجه خالص بيديك راي، يعني الصعب في الموضوع ان ايه الواحد مش فاهم اي حاجه خالص ممكن يديك رايه ومقتنع بيه. حضرتك ناوي تتورث؟ انا يعني بسيب حاجات اساسيات، يعني ايه بيبقى عندي الوان كتيره، عندي خامات كتيره، عندي حاجات بحاول ابعترها قدام الايه قدام البيت، يعني عندي قدام ولادي، يعني مثلا في بنت انجذبت لحاجه زي كده وبدات ايه لما بتلاقيني بعمل حاجه ممكن بتساعدني وتطلع حاجه كويسه، ممكن لو هي، بس انا عايزه تطلع من جواها هي مش ايه، انا ممكن تساعدني في اعملي لي مثلا، لو النيلي دي اعملي لي دي بتساعدني، بس انا عايز اللي في دماغها هي الجديد اللي تعمله عليا انا، مش انا اللي ايه اللي اعمل جديد على طول، لا انا مطلوب مني ان انا كل شهر لازم اعمل حاجه جديده، حاجه خياليه، حاجه غريبه، حاجه ايه ف... اعظم حاجة حضرتك عملتها؟ من ناحيه من وجهة نظرك انت شايفة الحاجة دي انا عملتها مش عارفة اعمل زيها ودي اجمل حاجة انا عملتها؟ ديت يعني اقول لك حاجه، القطر اللي انا عامله على المحل من فوق ده 3 متر في ايه يعني 3 متر في 180 حاجه زي كده، القطر ده كنت شغال فيه وكنت كان نفسي اكمله كله، هو يعني مساحته حلوه وباين وظاهر من 50 متر قدام، فكان نفسي اكمله، بس في حادثه حصلت خلتني ما بقتش اقدر اطلع وانزل اعمل المجهود اللي انا كنت بعمله الاول، بس هو على كده هو الناس كلها شايفه خلص، بس انا لسه كان نفسي اكمله اكتر واكتر، انه ده يعني ممكن يطلع ايه صوت، يطلع دخان، طبعا هو بينور، بس يبقى التلاتة مع بعض، صوت ودخان تبقى حاجات بسيطة بس بيبقى ليها معنى. ايه الفكرة منه لانه حد نايم قدام قطر؟ دي يعني كل واحد بيشوفها بمنظوره هو، يعني كل واحد بيشوف واحد يشوفها نكتة، واحد بيشوفها يعني كل واحد ليه فكر في ايه؟ انت شفتها ازاي؟
انا لسه يعني يعني انا شفتها من كذا زاويه، بس يعني كانت كنت يعني عايز احتفظ بيها لنفسي. انا عارف انا يعني ايه، ممكن ناس كتيره شايفاها من منظور، انا شايفها من منظور تاني خالص. حابب تضيف حاجة تانية؟ ايه؟ حابب تضيف لا لا، الله يخليك، شكرا.